3, 2. بسم الله الرحمن الرحيم. الموضوع اللي جاي بعد كده دورة التزاوج، موضوع في منتهى الأهمية. تيجي تسأل نفسك يعني ايه دورة التزاوج؟ قالك دي عبارة عن تغيرات فترة كده في حياة الأنثى بتاعة الثدييات بوجه عام، أيا ما كانت الثدييات نوعها ايه. لما البنت تبدأ تبلغ أو الأنثى تبدأ تبلغ، بيبدأ تجهيز هذه الأنثى للتزاوج. يعني ايه؟ يعني نجهزها ان هي ممكن تحمل وتجيب عيال. طيب ده هيحصل ازاي؟ ان احنا نطلع لها بويضة، لان ما كانش عندها بينتج بويضات ناضجة، ونبدأ نجهز الرحم ان هو يشيل البويضة دي اذا خصبت. يبقى معنى هذا الكلام في دورة التزاوج اعداد الانثى بتاعة الثدييات المشيمية، اللي هي الثدييات اللي بترضع وبتكون مشيمة اثناء الحمل، ان هي تتجوز. طب وده بيحصل ازاي بقى يا دكتور؟ قال لك بيبدأ هنا ينشط المبيض. يعني في فترة التزاوج ده هي المبيض ينشط عشان هو اللي هيطلع البويضات، وهو اللي هيطلع الهرمونات اللي هتجهز الرحم ان هو يقدر يشيل البيبي اللي هيجي. فبنقول ان هي فترة في حياة انثى الثدييات المشيمية ينشط فيها المبيض. ازاي؟ بانتاج البويضات الناضجة طبعا، وانتاج الهرمونات اللي هي الاستروجين والبروجستيرون، عشان نبدأ نجهز فيها الرحم علشان يشيل البيبي، نعمل بطانة سميكة. وهذه الفترة بتتزامن مع الانجاب والتزاوج. يعني احنا الكلام ده بيحصل، او الدورة دي كلها بتحصل علشان الانثى بتحمل. طب بتحصل الدورة دي كل قد ايه؟ يعني احنا بنجهز الانثى كل قد ايه؟ والله دي تختلف بقى من انثى لانثى. مبدئيا كده يبقى في دماغنا ان في عندنا 3 حاجات اساسية بتلعب اللعبة بتاعة تجهيز الانثى للحمل، اللي هي النخامية والمبيض والرحم، وكل واحد ليه دوره. ولكن دورة التزاوج مرتبطة ارتباط وثيق بنشاط المبيض. يعني احنا بنقول هنا صح ان النخامية هي الغدة الرئيسية اللي هي سيدة الغدد الصماء، وده غدة صماء، وبعدين بنجهز الرحم. ولكن اللعبة كلها لعبة المبيض يا دكتور. تقول لي ايه ده؟ مش لعبة الغدة النخامية؟ لا، المبيض هو اللي هيصنع البويضات، المبيض هو اللي هيصنع الهرمونات الاستروجين والبروجستيرون. تقول لي طيب ما هو الكلام ده بأوامر من النخامية يا فندم. ما هو اللئيم ده بيعمل ايه؟ بيبدأ يعمل تغذية رجعية على النخامية، يتحكم في افرازاتها. يعني هو لما يزود هرموناته هيقلل الهرمونات دي، طب لما هو يقلل هرموناته هيخلي النخامية تزود هرموناتها، فهو اللي بيلعب اللعبة الرئيسية. إذا دورة التزاوج ترتبط نشاطها بنشاط المبيض وليس النخامية، أو الأساسي فيها المبيض يا دكتور. في الثدييات المشيمية ترتبط وظيفة التزاوج ودورة التزاوج بصفة أساسية بنشاط المبيض طبعا. طيب دورة التزاوج دي بقى بتحصل كل قد إيه؟ يعني هذه الفترة الدورة بتاخد وقت قد إيه؟ والله على حسب بقى نوع الثدييات. يعني مثلا في الإنسان بتتكرر كل 28 يوم. يعني ايه بتتكرر كل 28 يوم؟ يعني كل 28 يوم بنقوم مطلعين بويضة في قناة فالوب. والله خصبت وجبيبي كان به، ما خصبتش هد المعبد ونزل البطانة بتاعت الرحم، ونبدأ نكرر الدورة تاني ونطلع بويضة تانية في قناة فالوب بعد 28 يوم من الأولانية. والله خصبت كان به، ما كانش 28 يوم ونديها فرصة تانية. فأنا بعتبرها كأنها فرصة متكررة لأن الأنثى تحمل، وهذه الفرصة تتكرر كل 28 يوم. طب يعني معنى كده إن أنثى الإنسان بيحصل لها كام دورة في السنة؟ أنت بيحصل لك كام دورة في السنة؟ تقول لي ما هي دورة شهرية، يبقى بتحصل 12 مرة في السنة، صح كده؟ لا يا دكتور، ما أنت لو حسبتها هي سنة 365 يوم على 28 يوم مش 30 بقى، لأن هي هنا الدورة بتتكرر كل قد إيه؟ الدورة بتتكرر كل شهر هجري اللي هو 28 يوم وليس 30 يوم. فانا بقسم 365 على 28 مش على 30، فهنا يديني 13 وكسور كمان، 13 و3 من 10. اذا الانثى بيحصل لها 13 دوره في السنه، وده خطا شائع. يعني لما يجي لك في الامتحان وتلاقي الطالب يختار 12 دوره في السنه عند انثى الانسان، لا 13 يا دكتور. ليه؟ لانها 28 يوم وليس 30 يوم. تيجي بقى مثلا حاجه زي الفئران والارانب، دي بتحصل بقى الدوره كل 30 يوم. يعني ايه؟ لما نقسم 365 على
30 هنا يديني 12 دورة في السنة. يبقى تاني، يبقى أنثى الإنسان 13 دورة في السنة، 13 دورة شهرية شهر هجري، بينما أنثى الأرانب والفئران 12 دورة في السنة، عشان بتحصل كل 30 يوم. تيجي في القطط مثلا، هتلاقي القطة بيحصل فيها الدورة مرتين بس في السنة، مرتين في السنة. يعني هيجي مثلا شهر يناير يقوم يطلع بويضة من الأنثى في قناة فالوب عند القطة، وبعدين والله إذا خصبت. طب لو ما كانش الذكر موجود، ما حصلهاش نصيب وما اتجوزتش، تقعد البويضة كام يوم في قناة فالوب وتموت. طب وبعد كده يطلع بويضة تاني بعد 6 شهور، يعني في شهر 7 خصبت، ما خصبتش تموت، وبعدين يطلع بويضة تاني السنة اللي جاية بقى في شهر يناير. يعني معنى كده ان فرصة الحمل بتاع الأنثى في القطط بتتكرر مرتين كل سنة، فهي دورة نصف سنوية او بتتكرر كل 6 شهور يا دكتور، فبتحصل مرتين في السنة. وكذلك الكلاب هي نفس القصة برضو، نصف سنوية كل 6 شهور. تيجي مثلا للأسود، هتلاقي الأسود بيحصل الدورة دي مرة واحدة في السنة. يعني ايه؟ مش فاهم. يعني بتلاقي البويضة طلعت مثلا 1 يناير، وتقعد البويضة يوم 1 يناير في قناة فالوب كذا يوم. طب لو الاسد ما كانش موجود، كان مسافر، كان مشغول ولا حاجه، وبعدين ما حصلش تزاوج، تموت البويضه بعد كذا يوم. طب ويطلع بويضه تاني امتى؟ بعد سنه كامله، في اول يناير السنه اللي بعدها. ودي طريقه سبحان الله علشان ربنا يحد بيها هذا الكائن. الكائن ده لو كان بيتكاثر زينا كده وفرصه الانجاب بتتكرر كل شهر، كان هتلاقي النسل بتاعه كتير. لا، ربنا عايز يحد من هذا الكائن المفترس على وجه الارض. فبتحصل مره واحده في السنه، او بنقول عليها سنويه في الاسود. وكذلك النمور برضو بتحصل دوره واحده في السنه. اذا الدوره الشهريه، او انا اسف بقى نقول عليها دوره التزاوج، اللي هي اعداد الانثى للتزاوج، بتكون سنويه مره واحده في السنه عند الاسود والنمور، بتكون نصف سنويه عند القطط والكلاب، بتحصل كل 30 يوم، بنقول عليها شهر ميلادي يعني 12 مره في السنه عند الفئران والارانب، وكل 28 يوم برضو بنسميها دوره شهريه، ولكن كل شهر هجري، وده عن الانسان 13 دوره في السنه. ولذلك انا لما يجي لي سؤال زي ده ويقول لي من الشكل المقابل، اذا كانت الدايره دي كلها تعبر عن سنه كامله، ويبين السهم بدايه دوره التزاوج، يعني هنا بدات دوره تزاوج، وبعد كده بدورة تانية، وبعد كده دورة، وبعد كده دورة، يبقى معنى كده ان هي حصل 4 دورات في السنة. الكائن ده حصل دورة في السنة، الكائن ده هتعد مثلا هتلاقي كذا دورة، هنا هتلاقي دورتين في السنة. اي مما يلي يعبر عن دورة التزاوج في الاسد والفار على الترتيب. الاسد ما الاسد كان هي دورة واحدة في السنة كده يا دكتور، يبقى الاسد ده نمرة 2. طب والفئران بيحصل 12 مرة في السنة، يعني معنى كده ان هو الاسد والفأر على الترتيب، يبقى نمرة 2 و3. تقوم تسأل نفسك سؤال، طيب الدورة الشهرية دي أو الدورة بتاعت التزاوج، احنا واخدين ان الدورة الشهرية عشان بس نسبة إلى الإنسان، ولكن هي اسمها دورة التزاوج إنها ممكن تحصل كل سنة. هل بينزل الدم على الأنثى اللي هو بنسميه الحيض أو الطمس؟ والله قال لك بص، بعض الثدييات بينزل عليها دم. هتيجي تلاقي مثلا زي مين؟ قال لك زي الانسان، قال لك مثلا زي القرود، الشمبانزي، الغوريلات، الكلاب، ده بينزل دم، بيبقى فيه دم او طمس او حيض. ولكن معظم الثدييات لا، ما بينزلش طمس ولا حاجه، يعني بتنفصل بطانه رحم ولكن يتم امتصاصها داخليا بدون نزول دم. ففي ثدييات ما بينزلش دم، ده زي الخيل وزي المعيز وزي القطط وزي البقر والكلام ده في الإناث يعني، ولكن بينزل الدم بس في أنواع معينة وقليلة اللي هي منها الإنسان طبعا. ولذلك احنا هناخد أنهي جزء؟ احنا هناخد الجزء بتاع دورة التزاوج في الثدييات اللي بينزل عليها طمس أو بينزل عليها حيض، فبنقول عليها دورة الطمس. هي دورة التزاوج بس لنزول الطمس أو لنزول الدم، فبنسميها دورة الطمس اللي هي ما بين قوسين دورة التزاوج. وهنبدأ بدورة التزاوج أو الطمس في الإنسان اللي هي بتحصل كل شهر. مبدئيا برضو يكون عارفين حاجة، ان الرحم بيبقى فيه بطانة، والبطانة بتاعت الرحم زي ما اتفقنا جزئين، في الجزء الاولاني اللي هو البيزل لاير دي او الطبقة الاساسية دي ما بتقعش، وفي جزء تاني اللي بيقع كل شهر ده، وبالتالي بتتقطع الشعيرات الدموية اللي ماسكاه فيحصل الطمس او يحصل نزول الدم ومعاه البطانة. فبالتالي دايما الدم اللي بينزل مع دورة الطمس عند الانثى هتلاقيه عبارة عن حاجتين، هو عبارة عن البطانة وعبارة عن الدم بتاع الشعيرات الدموية اللي اتقطعت. فدم الطمس عبارة عن دم بيور اللي هو نازل من تقطيع الشعيرات الدموية اللي ماسكة البطانة، زائد بطانة الرحم نفسها بتقع يا دكتور. وبالتالي لما بيبدأ ينزل الطمس ويقعد مثلا الدورة بتقعد حوالي 4 أيام،
او 5 ايام ايا ما كانت يعني، ويبدا خلاص ما عادش فيه غير الطبقه الاساسيه دي. هنا نبدا عايزين نعمل بطانه تانية. منين؟ من الطبقه اللي فضلت الاساسيه. طب مين اللي يعمل البطانه؟ الله يكرمك، الاستروجين يعمل على انماء بطانه، يبدا يكون بطانه جديده. يبقى الاستروجين ما بيتخنش البطانه، يعمل على انماء بطانه الرحم. لو جالي سؤال في الامتحان هرمون يعمل على انماء، يبقى اقول الاستروجين. طب يعمل على زياده سمك البطانه؟ لا، ده قصه ثانيه، البروجستيرون. طيب الاستروجين ده بيجي منين؟ بعد ما بيخلص الدوره الاربع او الخمس ايام، بيبدا النخاميه هنا بتبعت هرمون الاف اس اتش يزق البويضات البيضيات اوليه طبعا، ويبدا يختار منها واحده ويكبرها ويحولها لحويصله جراف، وياخد الفتره دي حوالي 10 ايام. خلال ال10 ايام الحويصلات اللي بتبدا تتكون عماله تطلع الاستروجين، بس وهي لسه صغيره قبل ما تكبر. كل ما تكبر يوم تزود الاستروجين، يعني وهي صغيره بتطلع استروجين، كبرت اليوم اللي بعدها هتطلع استروجين اكتر، اليوم اللي بعدها تطلع، وتزداد، تفضل كميه الاستروجين بتزيد على مدار 10 ايام من بعد ما الدوره بتخلص عند الواحده يا دكتور. يبقى اذا بيطلع الاستروجين من حويصله جراف، وبالتالي يعمل هرمون الاستروجين على انماء بطانه الرحم. هيجي الاستروجين هنا هو اللي بدا يعمل البطانه الجديده دي. تيجي بقى بعد كده البطانه دي محتاجين ان احنا نتخنها. طب نتخنها ازاي؟ قال لك يبدا يجي هرمون اللي بينفش البطانه اللي هو البروجستيرون، فبيبدا يتخن البطانه، يخلي فيها سمك. طب ما هي لما تتخن قوي كده ممكن تبقى تقيله وتقع، فلازم نثبتها. فيبدا يزيد الامدادات الدمويه اللي عامله زي الفتل كده، تقوم ماسكه البطانه جامد. يبقى يعمل البروجستيرون على زياده سمك بطانه الرحم وزياده الامدادات الدمويه. فلما يجي دلوقتي يطلع هرمون البروجستيرون، هيبدا يزود سمك البطانه ويزود الامدادات الدمويه. يا دكتور شايف ازاي؟ هو اللي بيعد البطانه انها تقدر تشيل فعلا حمل اللي هو البيبي اللي هيتكون. عشان كده احنا بنقول ان هرمون البروجستيرون هو هرمون الحمل. ولو كان واحده عندها الحمل ضعيف، يبقى معنى كده ان البطانه مش سميكه قوي، فمش قادره ان هي تشيل البيبي، وده اكيد لان البروجستيرون عندها بيبقى ناقص. حتى دكاتره النساء يعملوا ايه؟ بيدي بروجستيرون يزود سمك البطانه بتاعه الرحم. طب بيجي منين البروجستيرون؟ قال لك بعد ما خلاص بيكتمل نضج الحويصله بتاعه جراف، في اليوم ال14 ينزل هرمون ال اتش يفرقع الحويصله بتاعه جراف ويتكون الجسم الاصفر. بس يبدا الجسم الاصفر يطلع هرموناته، استروجين، بروجستيرون، ريلاكسين. بنركز هنا على البروجستيرون، هو هرمون البطانه. يروح البروجستيرون على البطانه ويزود سمك البطانه ويزود الامدادات الدمويه. طيب دوره الطمس دي بقى بتحصل ازاي؟ احنا هنحكيها بثلاث طرق مختلفين وهتستفيد من الثلاث طرق. البدايه كلها بتبدا الحكايه منين؟ وتبدأ الحكاية بتاعة دورة الطمس بالرحم. لما يبدأ الرحم ينهار ويبدأ ينزل البطانة وينزل الدم ويقعد الحيض على الأنثى حوالي من 3 إلى 5 أيام، متوسط يعني 4 أيام. فيبدأ اليوم الأولاني ويبدأ ينزل الدم ويبدأ تنزل البطانة وتتهدم البطانة، ويقعد الرحم زعلان وبيعيط، مفيش بطانة مفيش بطانة. فيبدأ يجيله مين؟ يبدأ يجيله أخوه اللي جنبه على طول في الجهاز التناسلي اللي هو المبيض. فيجي المبيض هنا ويكلم الرحم ويقول له مالك يا رحومي، مالك يا حبيبي، في ايه؟ هاري نفسك عياط ليه؟ فيقوم الرحم يقول له والله يا مبايض يا اخويا، انا دلوقتي البطانه وقعت ومفيش بطانه خالص عندي، وعمال انزف بقالي 4 ايام ولا 5 ايام ومحدش حاسس بيا خالص. يا نهار ابيض. طب يا راجل مش تقول طب انا هعمل ايه بس؟ طيب ايه المطلوب مني دلوقتي؟ قال له بس انا عايز بطانه. عايز بطانه؟ انت هتعمل معانا يا رحومي القصه بتاعت كل شهر، وكل شهر تيجي تقول وقعت البطانه ونقول لك هنديلك فرصه تانيه ونعمل لك بطانه ونطلع لك بيضه علشان تحمل يا رحومي وما يحصلش حمل، فنقلب عليك كلنا ونهد المعبد وننزل لك البطانه، تيجي تعيط تاني. هنفضل كده كل شهر؟ معلش يا مبايض، معلش انت اخويا، اعمل لي بطانه تاني وانا هحاول والله. طب انا هعمل ايه؟ انا موجود في واحده اللي هي البت اللي اسمها سوكا دي، بنوته ما اتجوزتش، فهو مش بايدي. انا لو عليا انا بنبدا نعمل بطانه وعايزين يحصل حمل، بس هي مش متجوزه، هي بنوته، هتحمل ازاي؟ فبتيجوا تقلبوا عليا ليه بس؟ يقول له طيب انت عندك حق. طيب انا دلوقتي هبدا اعمل لك بطانه تاني، بس حاول توعدني انك انت يبقى في حمل الشهر ده. يقول له والله هحاول اقنعها. فيقول له انا مش طالب منك يا مبايض غير
بيضه واحده بس، طلع لي بيضه واحده من المخزن بتاعك. قال له يا سيدي هي جت على قد بيضه، يا ريت. انت عارف انت يا رحوم انا عندي كام بيضه في المخزن؟ انا عندي حوالي 400 ل 500 الف، يعني نص مليون انا والمبيض التاني. فيقوم رحومي يقول له نص مليون؟ يا نهار ابيض. والله اكبر في عينيك، هو انت هتقعد تنق عليا؟ هو البويضات اللي جوه عندي دي كلها ما هي علشانك، ما هو علشان انفخها وابدا اطلع لك هرمونات تبدا تغذيك وتعمل لك بطانه. فيقول له طيب خلاص اديني بقى بويضه بتاعت كل شهر. قال له يا سيدي يا ريتها بتيجي على بويضه. انت عارف الموضوع ده بيكلفني قد ايه علشان ارجع اعمل لك بطانه؟ انا لما بروح للحاجه نوخه اللي هي النخاميه واقول لها ساعديني يا حاجه ان انا افتح، ابعتي لي حد يفتح المخزن، المفتاح بتاع المخزن مع الحاجه نوخه اللي هي النخاميه، فتبدا تقول لي طيب احنا هنطلع 1000 بويضه، 1000 بيضيه اوليه. ليه يا حاجه نوخه 1000؟ تقول لها الله علشان اختار منهم احسن واحده، انا عارفه ان احنا محتاجين واحده بس انا هطلع 1000 واختار منهم احسن واحده تقدر تدي هرمون الاستروجين وتقدر تدي بويضه كويسه علشان تخصب. فبالتالي بيكلفني الطلعه دي ب1000 بويضه، يعني انا لما كل شهر من ال 200,000 اللي عندي انا كمبيض واحد اخسر 1000 من ال 200,000، فكل شهر بقل 1000، هيخلصوا يا رحومي، ولا هنلاقي ناكل انا وانت بعد كده. فحاول الله يكرمك تشد حيلك معانا. يقول له والله هحاول وربنا المستعان. يقول له طيب انا هروح للحاجه نوخه واحاول بقى نبدا نعمل لك بطانه. ويروح مبايض للحاجه نوخه ويقول لها سلام عليكم يا حاجه. والكلام ده امتى؟ بعد انقطاع الطمس والحديث اللي دار بينه وما بين الرحم في اليوم الرابع. تقول له اهلا يا واد يا مبايض، اهلا بيك، عايز ايه؟ يقول لها والله يا حاجه نوخه الواد رحومي البطانه بتاعته وقعت وعمال ينزف بقاله 4-5 ايام ومقطع نفسه عياط. ايوه الواد رحومي ده صاحبك ده اللي جنبك على طول، اللي كل شهر يعمل لنا نفس الموال ونقول له طيب هنعمل لك بطانه بس حاول تحمل. يقول لها ايوه هو ده يا حاجه نوخه. تقول له ما هو ما بيحملش وده بيكلفك كتير يا مبايض. يقول لها معلش يا حاجه نوخه الكبيره بتاعتنا وانت امنا وانت الست الرئيسيه الغده الرئيسيه. فتقول له خلاص ماشي، وتبدا تنده تقول له خلاص المره دي بس حاول تشد حيلك، بس انت عارف ده هيكلفك كام يا ده مبايض؟ يقول لها هيكلفني البويضه يا حاجه نوخه. تقول له بويضه؟ بويضه ايه يا واد؟ ده 1000 بويضه هيطلعوا واختار منهم واحده. 1000 بويضه يا حاجه نوخه؟ ما تخليهم المره دي 500. تقول له 500 ايه؟ هو احنا هنفاصل يا واد؟ فالمهم تقوم الحاجه نوخه تنده على مين؟ على الصبيان بتاعها. تنده على اول واحد تقول له واد يا فيش، خير يا معلم، امور يا معلم، تعالى هنا يا فيش، انت هتنزل مع اخوك مبايض وتروح الدكان بتاعه وخد معاك مفتاح المخزن وتفتح المخزن وتطلع لي 1000 بويضه، 1000 بيضيه اوليه، وتختار لي احسن واحده وتبدا بقى تنفخها وتديله كده هرمون الاستروجين عشان يروح يعمل بطانه للواد رحوم. لا تاني الحاجه الموال بتاع كل شهر. تقول له معلش بس خلي بالك 1000 بويضه مش اقل من كده، مش 999، وما تنساش يا واد تاخد معاك المفتاح. يقول لها حاضر يا حاج. ويقوم واخد بعضه الواد فيش اللي هو FSH ويقوم نازل يقول له يلا يا مبايض، ويروحوا على الدكان بتاع مبايض ويطلع ال1000 بويض. يروح ويبدا على طول ما يكذب خبر، وده في اليوم الرابع، وينزل على مبايض على الدكان بتاعه ويقوم يبدا يفتح الدكان بالمفتاح ويبدا يطلع بقى البويضات. ادي 1 2 3 1000، ويقوم الواد مبايض يقعد يصوت يا خرب بيتك يا مبايض، يا خرب بيتك يا مبايض، بيتك اتخرب، 1000 بويضه برضه. ويا عم ما تقلقش، ما هم هيبداوا يشتغلوا. ويقعد فيش عمال يطلع في البويضات ويجهز فيها وينظفها ويلمعها لغايه لما يلاقي بداوا يشتغلوا، وده بياخد يومين. فضل قاعد معاه يومين لغايه اما قال له ما تقلقش يا عم خلاص اهو الحمد لله في واحده اشتغلت وشكلها دي اللي عليها العين وعماله تطلع الاستروجين. خد بقى يا عم الاستروجين انت وابدا روح لمين؟ لصاحبك رحومي ده وابدا اعمل له بطانه. ما هو الاستروجين ده الغذاء بتاع البطانه بتاعه الرحم اللي بيبدا يعمل لها او يبدا يكونها من جديد. ويقول له بص انا بقى هتكل انا على الله. فيش اللي بيتكلم تتكل على الله تروح فين يا FSH؟ تروح فين؟ يقول له لا ما خلاص
ما هو طالما اشتغلت الخلايا دي وبدات تطلع استروجين انتوا محتاجيني في ايه؟ انا كانت مهمتي الحاجه نوخه كانت بعتاني علشان افتح لك المخزن واخرج بيضات وانقي منها اظبطها كده وبتاع لغايه اما اشغلها، اصلها عطلانه بقى لها كام سنه من ساعه ما البنت اتولدت والمخزن بيبقى مقفول، فعلى ما نفتحه نوضب البتاع، فوضبت لك كده كام مريضه اللي هم ال1000 دول واخترت لك احسن واحده وهي بدات خلاص تشتغل. هتكل انا على الله والحاجه نوخه قال هبقى ابعتك بعته تانية، خد انت بقى انا هتكل انا على الله. فبالتالي الاستروجين لما يبدا يزيد الاف اس اتش ده يختفي خلاص ملوش لازمه، ويقوم رايح مبايض ويروح لرحومي ويقول له ايه؟ بص يا رحومي بقى، انا جاي اهو جبت لك الاستروجين اعمل لك بطانه، بس خلي بالك المره دي ما فيهاش هزار، اللي تركز معانا الله يكرمك وتبدا تعمل بطانه كده. انا هعمل لك بطانه محترمه وتبدا انت تجهز نفسك كده، عايزك تحمل بقى كده زي الرجاله الشهر ده. يقول له والله انا هحاول انت ادعي لي بس. وبعد كده يقوم يفضل بعد كده يعدي الايام، اليوم السابع الثامن التاسع والبطانه عماله تتعمل لغايه لما بقى فيه بطانه. مين بقى اللي متابع الموضوع؟ الحاجه نوخه فوق. بدات على اليوم ال13 كده تلاقي مستوى الاستروجين بادئ يزيد قوي، ففهمت كده الحاجه نوخه ان الموضوع تم بنجاح، وان الحمد لله في خليه او كيس اللي هي حويصله جراف اتكونت وبدات نجحت وكونت استروجين بكميات رهيبه. فهي فهمت ان الموضوع ناجح بسبب كميه الاستروجين اللي طالعه، ان الحويصله كل ما بتكبر كل ما يزيد منها كميه الاستروجين. فالنخاميه قاسته عند اليوم ال13 لقاته عالي قوي، بس قامت نادها على مين تاني؟ قالت ندهت على الواد فيش، قالت له يا فيش تعالى هنا، انت فين؟ قال لها والله انا رهن الاشاره معلمنا، انا زي ما قلت لي فتحت ووضبت وظبطت وفي خليه بدات تشتغل. قالت له انا قايسه ومتابعه الموضوع ده، وفعلا الخليه جايبه نتيجه حلوه قوي، ودلوقتي شغاله بتطلع استروجين كتير. فيقول لها اموريني يا حاجه نوخه اعمل ايه؟ قالت له انت هتنزل بقى، بس هتاخد معاك المره دي الواد اتش. تعملوا ايه؟ انت هتنفخ وهو يفرقع. ما هي لما اتنفخت الحويصله بتاعت جراف هي محتاجه لسه بقى تتنفخ النفخه الاخيره على اخرها عشان نعرف نفرقعها. فهتنزل انت والواد اتش وتعملوا المهمه دي. فين الواد اتش؟ يا اتش. نعم يا معلمه، أؤمرة يا ست الكل. قالت له بص انت هتنزل يا اتش مع اخوك فيش، هو هينفخ وانت تفرقع. فهمت هتعملوا ايه يا اتش؟ فهمنا يا معلمه. هتعمل ايه يا واد؟ هو هيذبح وانا اسلخ. الله يخرب بيت الاجرام اللي انت فيه يا ابني، ما اسمهاش كده، اسمها هو هينفخ وانت تفرقع. وجب يا معلمه اللي تؤمري بيه. وينزل فعليا الاف اس اتش والال اتش تاني على اليوم ال13 عشان ينفخوا ويفرقعوا الخليه اللي نجحت. وينزل الاف اس اتش بالفعل ويبدا يكمل نضج الخليه دي وينفخها لغايه اما تبقى قد كده اهو، وبعدين يقوم داخل ال اتش على طول وهوب ويقوم ال اتش مفرقع الحويصله خلاص كده. وهنا يبدا يطلع البويضه فين؟ في قناه فالوب، ويقوم ال اتش يقول لها يا معلمه خلاص اديني فرقعت الكيس بتاع اللي هو الحويصله وطلعت البيضه اللي جواه وحطيتها جوه قناه فالوب زي ما امرت. طيب تمام قوي. وكمان كونت الجسم الاصفر علشان يدي البتاع الاصفر ده بتاع كل شهر عشان يدي يا معلمه البروجستيرون علشان نتخن البطانه. ما هو احتمال يحصل حمل، ما خلاص البيضه موجوده في قناه فالوب. فالمهم يقوموا اخينا ده نرجع هنا للكلام اللي ما بين مبايض وما بين رحومي. فمبايض يقول له رحومي بص بقى خلي بالك الموضوع قلب بجد. الحاجه نوخه متابعانا وبعتت الصبيان بتوعها وبعتت ال اتش. انت مش عارف ال اتش ده معناه ايه؟ ال اتش ده معناه ان الموضوع دخل بجد وبقى في بيضه موجوده، اللي هي البيضيه الثانويه يعني. في بيضه موجوده
جوه قناه فالوب، وبدا يكون البتاع الاصفر يا رحومي. البتاع الاصفر ده اللي بتكون كل شهر، اللي هو في اليوم ال 15، احنا فرقعنا في اليوم ال 14 وهو اتكون في اليوم ال 14 على طول. ومجرد اما اتكون ده اعرف ان الموضوع دخل في جد وبنجهزك لحمل. الله يسترك، ما تكسفنيش يا رحومي. قال له ادعي لي بس كده. فانا جايب لك دلوقتي خلاص الجسم الاصفر اهو، انا متابع هناك البتاع الاصفر اهو متكون وبادئ يطلع الهرمونات بتاعته، استروجين وبروجستيرون وريلاكسين وحطريس يا عم. وهنركز على البروجستيرون ده اللي هيتخن لك البطانه، والريلاكسين برضه يهدي اعصابك كده ويخليك ريلاكس. ويقوم يديله فعلا البروجستيرون ويبدا ينفخ له البطانه ويزقطط رحومي. بعد كده يقول له طيب يا رحوم استناني هنا، هو انت واخدها ليه كده ضحك وهزار؟ الموضوع مش هزار، اسمعني هنا وركز معايا. انا دلوقتي هتابعك، احنا دلوقتي في اليوم ال 15 وبدات اهو اجيب لك البروجستيرون من البتاع الاصفر اللي اتكون. ما تكسفنيش، انا هروح وهجيب عنك كده كام يوم، هقعد بس اتابع عمليه تصنيع البتاع الاصفر ده، هو بيصنع لك بروجستيرون لغايه اما املالك يا رحومي التجويف بتاعك من جوه بطانه. خلاص. ويقوم مبايض يروح على جنب يتابع بقى البتاع الاصفر ده اللي هو الجسم الاصفر، وعمال يصنع ويتعدي الايام يوم ورا يوم. بقينا اليوم ال 16 ال 17 ال 18 لغايه اليوم ال 25، ومبايض قاعد وشغال وعمال يطلع بروجستيرون. وبعدين عمال يفكر بقى يا ترى يا رحومي عامل ايه؟ يا ترى جعان ولا شبعان؟ يا ترى عطشان ولا ظمآن؟ عطشان هي ظمآن على فكرة. يا ترى حملت ولا لسه في حمل، ولا هتعملها زي كل شهر وانا اقعد وهضرب اخماس في اسداس؟ طب ما انا اروح اطمن عليه بنفسي بدل ما انا قاعد في القلق ده. ويقوم واخد بعضه مبايض ويروح على رحومي يقول له يا رحومي يا رحومي. يقول له خير يا مبايض. يقول له انت برضه لسه عمال تكركع ومبسوط ومزقطط، عملت ايه؟ يقول له عملت ايه في ايه؟ يقول له عملت ايه في ايه؟ في اللي اتفقنا عليه. مش انا سايبك من يوم 15 وعمال ابعت لك بروجستيرون وعمال انفخ لك في البطانه؟ حملت ولا لسه؟ حصل حمل ولا لسه؟ يقوم رحومي يقول له والله. يقول له والله اصلي. هي فيها اصلي؟ الله يخرب بيتك، ايه اللي حصل؟ قال له ما هي البت سوكا برضه ما اتجوزتش. قال له ما اتجوزتش؟ والموال ده والصبيان اللي عماله تبعتها الحاجه نوخه وانا عمال متابع من اليوم ال 15 واصنع من البتاع الاصفر وابعت لك وبرضه ما يحصلش حمل. الله يخرب بيتك يا اخي، ضيعتنا وكسفتنا وخليت الناس كلها تتفرج علينا. ويبدا هنا مبايض يبدا يشيل بقى الجسم الاصفر او البتاع الاصفر اللي عمال يطلع البروجستيرون، ويبدا هنا يقل البروجستيرون وبالتالي يضمر الجسم الاصفر، ويبدا تاني يقوم نازله البطانه وتتهدم البطانه ويبدا يحصل نزيف تاني اللي هيستمر لمده 4-5 ايام، ويقعد رحومي يعيط من جديد، ونبدا يحصل نفس القصة تاني. يجي الشهر اللي بعده فيبدأ هنا يجي مين؟ يقوم هنا يبدأ بعد ما يخلص الدورة ويبدأ الطمس يتقطع بعد حوالي 4 أو 5 أيام، عمال يعيط، يقوم جاي له مبايض تاني ويظهر له في الصورة ويعيد نفس القرار. ويفضل بقى الموال ده شغال مع البت سوكا لغايه لما ايه؟ لغايه لما ربنا يكرمها وتتجوز ويبدا يحصل حمل. يكون بقى البطانه اللي عملها مبايض لرحومي بدات خلاص كبرت قوي ويحصل فيها حمل، وهنا نبدا نبطل الموال ده. وطول ال9 شهور بتوع الحمل مش هيبدا يحصل طمس. ليه؟ لان خلاص هنا اللي تعبهم كلهم وتعب الحاجه نوخه وتعب مبايض وتعب الرحم نفسه ان هم شالوا بقى بيبي، فبالتالي ينقطع الطمس لمده 9 شهور. وبالتالي يا دكتور احنا لما نيجي هنا نتكلم على الدوره بتاعه الطمس بيبقى في حوالي 4 ايام او 5 ايام تقريبا بيبقى فيه طمس، لغايه لما جاء مبايض وبعدين راح للحاجه نوخه فبعتت له الاف اس اتش. بعد ما بيخلص الطمس بيقعد فش ده اللي هو الاف اس اتش ما يقرب من 10 ايام من اليوم الرابع، لا السادس ده بدايه زياده الاستروجين، انما هو نزل فش على المبيض وفتح المخزن في اليوم الرابع وبدا يطلع البويضات في اليوم الرابع والخامس والسادس والسابع والثامن والتاسع والعاشر وال11 وال12
وال13. في 13 يوم شغال فيهم الواد فيش عمال ينفخ ويلمع ويظبط في الخلايا دي لغايه اما واحده كبرت وبقت الحويصله بتاعت جراف. فبيسموا الفتره دي اللي هي فتره النضج، اللي هي تنضج فيها حويصله جراف، ويبدا الخليه البيضيه الاوليه اللي جواها تنقسم انقسام ميوزي وتبدا تتحول لبيضيه ثانويه وجسم قطبي يا دكتور. فدي بنسميها فتره النضج. لما ينزل الوحش ده بقى اللي هو ال LH ويفرقع في اليوم ال14، نبدا من اليوم ال14 يبقى فيه 4 ايام طمس و10 ايام نضج حويصله جراف، يبقى 4 و10 14. وال14 يوم اللي بعد كده اللي هو الجسم الاصفر عمال يصنع البروجستيرون عشان يزود سمك البطانه ويزود الامدادات الدمويه. دي بتبدا بلحظه التبويض، وكلمه تبويض يساوي انفجار الحويصله وخروج البيضه، اللي هي البيضه الغير ناضجه طبعا، اللي هي البيضيه الثانويه. فمن اليوم ال14 لغايه اليوم ال28 مره ثانيه، من 14 ل 28 14 يوم. سمينا الفتره دي كلها باسم اهم حدث اللي حصل في بدايتها اللي هو التبويض، فسميناها مرحله التبويض. فدوره الطمس عندنا هي عباره عن 3 فترات رئيسيه او 3 مراحل رئيسيه. مرحله الطمس ودي من يوم ل4 ايام، من 3 ل5 ايام. وفي مرحله النضج اللي هي بتنضج فيها حويصله جراف وتبدا البويضه اللي جوه تدخل في النضج. فاكر مراحل تكوين البويضه اللي هي التضاعف والنمو والنضج؟ فاكر النضج ده اللي هو ميوزي اول وميوزي تاني؟ يبدا بقى النضج هنا بالميوزي الاول بيحصل هنا يا دكتور. وبعد كده فتره التبويض الاخيره اللي بتبدا من اليوم ال14 لغايه اليوم ال28. ولذلك ده كده القصه بتاعت دوره الطمس بطريقه كوميك كده شويه.